كتفيقي الصباح عيانه، كدوزي نهارك كتجري هنا وهنا، وفي الليل كتلقاي راسك مهدوده وما درتي حتى حاجه لراسك. الا كنتي حاسه براسك نسيتي شكون نتي وسط هاد التماره ديال الدار، هاد الكلام ليك اختي. السلام عليكم ورحمه الله، اهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو الجديد. الى عجبكم المحتوى فرحوني بالاشتراك ديالكم وضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، وخلوا لي لايك كتشجيع منكم. اليوم غنهضروا في واحد الموضوع مهم بزاف وكيقيسنا كاملين، المراه اللي كتنسى راسها. في بزاف ديال الاوقات كتلقاي المراه المغربيه تبارك الله حاذقه في الصباره وهازه كلشي على كتافها وزايده فوق الجهد ديالها، مقابله الشقه ديال الدار والتربيه ديال الاولاد والطلبات ديال الراجل والواجب مع العائله. ولكن وسط هاد الجري كامل اللي ما كيحبش كتخلي راسها هي الاخرى في كل شيء، وما كدير بحساب راسها حتى كتقضي الغرض لكل شيء. كتلقايها كتقول المهم هما يكونوا بخير، انا ماشي مشكل. ولكن هذا هو الخطأ الكبير اللي كيهرسها بلا ما تحس، حيت اهمال الذات ماشي غير من الحوايج المبهدلين. اهمال الذات هو ملي كتولي صحتك ونفسيتك والجسد ديالك تحت الصفر، وانتي غادا كتدبالي وطاقتك كتسالى دقه دقه. وهنا غنسولك اختي واحد السؤال صريح، كيفاش كدوزي نهارك كامل وانتي كديري كلشي للناس ونسيتي ديري حاجه وحده تفرحك انتي؟ حيت هاد الاهمال راه كيبدا دقه دقه حتى كتلقاي راسك غرقتي في اول حاجه. كتحسي براسك ديما مزيره وطالع لك الدم ومهمومه في الداخل ديالك. ثاني حاجه، المظهر الخارجي ديالك كيتبهدل وكيضيع، كتلبسي غير اللي جا قدامك واخا يكون قديم، وشعرك ديما مجموع بنفس الشده بلا ما تمشطيه ولا تقاديه، ووجهك كيبان باهت وشاحب وعيان بحال شي شمعه اللي غادي وكتطفى. وزيدون كتولي العصبيه زايده حيت هي العنوان ديالك، كتشعلي دغيا وتغوتي على اقل حاجه حيت جهدك ما وقعش. فكري بينك وبين راسك كيفاش كتقلبي على راحه البال وانتي كتطرطقي وتغوتي على ولادك والناس اللي معاك في الدار غير على السبه. ايوا شوفي معايا هاد الحقيقه اختي، كيفاش بغيتي هاد الدار تزيد لقدام وتزيان وانتي الساس ديالها عيان ومريض وهاملع؟ راه كاين واحد المثل مغربي تيقول الدار كدور على الساس، وانتي هي الساس ديال ديك الدار. الا كنتي انت عيانه ومقلقه كيفاش غادي تعطي الطاقه والحب لدارك وولادك؟ كيف ما كيقولوا فاقد الشيء لا يعطيه. التهلو في راسك هو انك تكيسي على صحتك وما تجهديش راسك فوق من القياس، حيت هاد الشيء ماشي انانيه منك، بل هو فرض وواجب باش ما تطيحش صحتك في الفراش. اليوم غنعطيك واحد النصيحه اللي سهله وبسيطه وما محتاجاش الفلوس باش انك تغيري من نفسك، محتاجه فقط غير العزيمه والاراده والنيه. وغنشارك معاك هاد الخطوات البسيطه. اول حاجه، تصالحي مع المرايه ديالك، غسلي وجهك، ديري ريحه اللي كتعجبك، ولبسي بيجامه زوينه ونقيه، واخا تكوني جالسه غير في الدار وما خرجش للزنقه. ثاني حاجه، تعلمي تقولي لا. اختي تعلمي تقولي لا ملي تعياي. الا كنتي مهدوده قولي اليوم ما قادراش، حيت الشقه ديال الدار ما غاديش يهرب والمواعن ما غاديش يطيروا. ثالث حاجه،
شربي كاسك سخون، جلسي 10 دقائق بوحدك وشربي كاس ديال اتاي ولا قهيوه وهو سخون، وتصنتي للهدوء وراحه البال بلا غوات ديال الولاد بلا صداع. ورابع حاجه، خرجي من الروتين ديال الدار، خرجي تمشي واخا غير ربع ساعه وشمي الهواء وهضري مع صاحبتك اللي كتعطيك الطاقه الايجابيه. يلا خدي القرار دابا وشوفي كيفاش غادي تبداي تهلاي في راسك من اليوم. شنو هي اول حاجه بسيطه غتنوضي ديريها من دابا؟ كلمه ختام في هذا الموضوع، بغيت نقول لك اختي انت راكي غاليه ومكرمه، والحياه كدوز بحال البرق. ما تخليش راسك حتى تندمي وتقولي يا ريت كنت تهليت في صحتي وشبابي. تهلاي اختي بضحكتك وفرحت بالك، حيت انتي هي الشمس ديال ديك الدار. الى عجبكم هذا الفيديو ما تنسوش تخليو لي الاراء ديالكم في التعليقات واشتركوا في القناه باش تكبر العائله ديالنا. نتلاقاو في المره الجايه ان شاء الله. السلام عليكم.